السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى العدنان. هنعمل النهاردة بإذن الله كفتة جميلة جدا جدا جدا، وهتبقى لا داود باشا ولا تعمل بيه. تعالوا بقى معايا بصلة كبيرة، بصلتين متوسطين، شبت وكزبرة، وعليهم معلقة من هريسة التوم بالفلفل، الفلفل اللي موجود عندك أو توم بس. ضربتهم في الكبة، او انت ممكن تضربيهم في الخلاط بشويه ميه وتصفيهم، او لو ما عندكيش مفرمه ولا كب. وانا طحنه كميه من الرز ده، حوالي كيلو الا ربع رز، طحناه بمطحنه الخلاط، بس ما رضيتش اطحنه عشان مطولش الفيديو عليكم. غسلته واستنيت من قعدته فتره، وبعدين نشفته، وبعد كده عملته في الخلاط. نزلت بقى بالخليط بتاعي على الرز، وعليه بيكنج باودر، وعليه خلطة الكفتة اللي هتديله طعم جميل جدا، غير المكون اللي انا هحطه دلوقتي قدام حضراتكم. وطبعا الملح انا حطيته وظبطت الملح بتاعي، وعجيني اكنك بتعجني عيش. عايزة ترجعيه في الكبة تانية وتفرميها وتسهلي على نفسك براحتك. ده شمر على كزبرة ناشفة، انا حطيته لان بيدي ريحة تحفة، ريحة تحفة حلوة قوي، ومن غير لحمة ولا من غير حاجة، انا ماشية معاكم جميل قوي، طعمها حلو جدا. عجنتها وحطيتها شوية في التلاجة، لما شفت معايا بدأت ان انا اصبعها واحمرها. عايزة تحمريها حلو قوي حمريها، عايزة تشفيها بس، عايزة تفرزها كده بس، كده اسهل لك بدل ما تجيبيها وتفكيها وتهبطك. انا عملتها صوابع دواير زي ما انت عايزة. معلش اعذروني عشان انا صوتي تعبان شوية. هبتدي في زيت بقى ان انا احمرها او اشفها زي ما قلت لكم، يعني مش هنشفها قوي، علشان انا باذن الله هعملها في السلطه. زي ما قلت لكم ادتني كميه حلوه قوي من الكفته، وهي اصلا بتتاكل كده برضو زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. انا حطيتها في اكياس بقى، وهعملها قدامكم دلوقتي، وهتشوفوها ان شاء الله هتبقى احلى من داوود باشا بكتير. حطيتها في اكياس كده، اللي انا عاملاه مدور ده ممكن احطه في شوربه او في طماطم برضو، او ممكن اعمله ببيض وبقسماط بس بعد ما يستوي في الشوربه، ويبقى عامل زي البرجر او المقرمشات جنب الاكل. ادت معايا كميه حلوه قوي تبارك الله. وصلت لغايه هنا يا جماعه يا حبايبي، ما تنسوناش بقى في اللايك. يلا بقى معايا دلوقتي، يعني يعني كان عندنا لحمه واخدت منها حته وعينتها في جنب، وقلت هعمل بها وصفه تانية. فرمتها في كبة الخلاط، وحطيت عليها بصلة صغننة خالص، وعملتها كور زي ما انتوا شايفين. يعني هي قطعة من اللحمة، يعني ما زادتش عن حوالي 100 جرام أو 150 جرام. عملتها زي كور داود باشا زي ما انتوا شايفين. ونزلت بقى على البصلة بالصلصة بتاعتي. أنا هاخد بقى شوية من دول أحطهم على الكفتة عشان أشوفها عشان تشوفها تبقى شكلها في الطماطم. الطماطم بتاعتي اتسبكت، طبعا ملحتها وحطيت البهارات اللي انت بتفضليها. حطيت انا البهارات بتاعتي ونزلت بالكفته. وبعد ما اتسبكت ودخلت في السوا، نزلت بالكفته بتاعتي. الصوص ده هيبقى طعمه بسم الله ما شاء الله خطير، لان ريحه اللحمه نزلت فيه. مش عايزه تعملي بلحمه وما عندكش لحمه وعندك مكعب مرق، حطيه. يعني مش شرط انك هتعملها باللحمه، بس انا قلت اجربها لكم عشان كده بسم الله ما شاء الله تبقى غنيه ودسمه وكلها وفيها بروتين. انا بقول لك هي داخله شكلها دخل في السوا بقى خلاص، يا دوبك 5 دقايق وهطفي عليها. ما شاء الله طعمها جميل، عايزه اقول لكم طعمها هنا حلو قوي، وريحتها بسم الله ما شاء الله. استوت معانا وبقت زي الفل بسم الله ما شاء الله. دي بقى هتفرقها عن داود باشا في حاجه؟ هي قطعه لحمه مع ما شاء الله شويه رز حلوين، طلعت لنا طبق وطبخه جميله قوي. مع السلامه.